السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل الفيديو صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. طبعا انا حابة كده تشتركوا عندي وتعملي لي كده اللايك الجميل بتاعك عشان افضل مستمرية معاكي، واكتبي لي كومنت حلوة شجعيني بيه عشان افضل مستمريه كده دايما، وانزل لكم وصفات باذن الله تعجبكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده النهارده بقى وصفتنا حلوه جدا جدا للفراخ وللبط. طبعا انا بقى حطيت على العلفه بتاعتي ديت. ده علفه 21%، علفه نامي. بجد علفه حلوه جدا جدا، انا بحب ان انا استعملها يعني للطيور عندي. زي ما انتم شايفين كده. طبعا جبت العلفة بتاعتي وبدأت اللي انا حطيت عليه توم مفروم، فصين توم مفروم. طبعا التوم المفروم ده مضاد حيوي، بيشيل اي ميكروب وبيموت اي ميكروب عندهم، وفي نفس الوقت بيرفع المناعة وحلو جدا جدا، وبيشيل اي امراض لا قدر الله. وبعد كده برضو حطيت معايا معلقة فلفل على الملح. حلوة جدا جدا. الفلفل الأسمر منشط أي طيور، ومنشط أي دورة دموية كده، بينشط الدورة الدموية عند الفراخ. وفي نفس الوقت برضك لو عندك أي طيور بيرفع المناعة. ولو الفراخ بتاعتك عندها تساقط في الريش، تقدر انت تحطها لهم مرة كده في الأسبوع معلقة. فما شاء الله بتمنع التساقط عند الفراخ، وحلوة جدا جدا. طبعا بقى لو ما عندكش تساقط في الفراخ، ابتدي اللي انت حطها كل فترة، يعني كل اسبوع مرة، كل اسبوعين مرة. تمام. لكن لو هم عندهم تساقط بالفعل، حط لهم كده معلقتين في الاسبوع. بين كل معلقة ومعلقة يومين 3. تمام. وبعد كده برضو حطيت لهم معلقة حلبة مطحونة. الحلبة حلوة جدا جدا، بتخلي الفراخ معانا تزيد الوزن، وفيها كده نسبة بروتين عالية، ومنشط الدورة الدموية. بينشط الدورة الدموية حلوة جدا جدا، وبيخلي كده الفرخ معانا ما شاء الله بيفتح نفسهم على الأكل، والوزن معاهم بيزيد. فحلوة جدا جدا، رهيبة الحلبة المطحونة، رهيبة حتى للإنسان. فحلوة جدا جدا. تمام. وبعد كده برضو ضفت على العلفة بتاعتي بصل كده، يعني مخرطاه خرط ناعمة. ولو عندك كبة بقى، ابتدي اللي انت افرموهم فيها، يعني زي ما انت حابة كده. فوائد البصل حلوة قوي قوي. لإيه بقى؟ للفراخ بتعمل لهم بتفتح، أول حاجة بتفتح الشهية، بتخليهم ياكلوا كتير ويشربوا مية كتير، وفي نفس الوقت بتشيل أي أمراض أو أي بكتيريا أو أي ميكروبات أو أي جراثيم. دي وصفة جميلة جدا جدا، لو انت اعتمدتيها للفراخ بتاعتك بجد رهيبة. فانت اعملي الوصفة دي زي ما انا بقولك، بجد هتفرق معاكي. اعملها مرتين كده في الاسبوع ما شاء الله لمدة شهر. وبعد كده بقى كل فترة اعملها له. ولو عندك بقى فراخ بشاير او فراخ بتبيض زي الفراخ اللي عند البشاير ديت، ما شاء الله وصفة حلوة قوي، تنفع للبط وتنفع للفراخ. فالثوم مع الفلفل مع الحلبة مع البصل بجد حلو قوي قوي، والفلفل الاسمر ممتاز، يعني بجد تركيبة بتخلي الفرخ ياخد كل الغذاء او كل الحاجات اللي هي تمنع اي امراض، وفي نفس الوقت فيتامينات، وفي نفس الوقت مضاد حيوي. فانت اعتمدي بس الوصفه ديت، هتخلي معاكي الفراخ زي الفل. زي ما انت شايفه كده الفراخ ما شاء الله حلوه قوي. وبطلعهم كده بره يشموا شويه هوا. وزي ما انت شايفه كده، بعد كده لقيت بقى عندي في التلاجة قتة كانت دبلانة كده، بدأت اللي أنا كسرتها لهم نصين كده وحدفتها لهم. قلت بقى ينقروا فيها براحتهم. فأنا برضك لو كنت حابة اللي أنا يعني خرطها لهم برضك بالسكينة أو بالمبشرة بتاع البصل، كانت برضك هتبقى حلوة، وكنت ضفتها برضك على العلف. بس بصراحة وأنا قاعدة كده حدفتها لهم كده، أحيانا بحدفها لهم كده بحالها.
فبياكلوها، بيفضلوا ينقروا فيها لحد ما تلاقيش فيها اي حاجة خالص. فأهم حاجة لو انت وصلت لهنا ما تنسليش اللايك ولا اشتراك فضل ولا قناة، عشان كده ايه تستفادي كده من المعلومات اللي عندي. وطبعا كده احنا كلتنا ستات شطار، وطبعا انا بعمل الفيديوهات ديت برضو للبنوتات اللي هم لسه مستجدين على الطيور، او هم لسه اول مرة يربوا، فبياخدوا كده معلومة، فبيستفادوا. فيا رب كده معلوماتي كده تفيدكم. وطبعا لو انت برضك عندك معلومة انا ما اعرفهاش اكتبها لي في الكومنت، وباذن الله هرد عليكي. وكلنا احنا بنفيد بعض، فانا بعمل الفيديوهات ديت عشان نفيد بعض ونشجع بعض، وانتوا تشجعوني وتشجعنا باللايك الجميل بتاعك عشان افضل مستمرة طبعا في تنزيل الفيديوهات معاكي. فزي ما انت شايفة كده ما شاء الله الفراخ عندي مفيش عندها تساقط، مفيش عندها كشاشان، مفيش عندها تعب. فالحاجات ديت برضك ترجع للاهتمام بصحة الفرخ، وترجع بالاهتمام بالنظافة بالرعاية بالوصفات. برضك لو انت حابة ان انت تجيب لهم أدوية أو حاجة من البيطري، حاجات كده فيتامينات وكالسيوم والكلام ده، برضك عادي مفيش مشكلة. حياتي احنا برضك بنجيب الحاجات ديت، وفي نفس الوقت بنعمل لهم وصفات من البيت، ما بنصرفش حاجة. وفي نفس الوقت احنا شايفين الفراخ عندنا كلها حيوية كلها نشاط، فلازم بقى إيه احنا كده ايه بننشطهم وبننشط الدورة الدموية، وبنعمل لهم فتح شهية، وبنعمل لهم مضاد حيوي، كله من البيت كله من المطبخ، يعني مش هتشتري اي حاجة خالص. تمام. فيا رب كده وصفتي تعجبكم كده النهارده. وطبعا زي ما انا بقولك كل فيديو لازم تطلعي طيورك في الشمس لو ربع ساعة بس، بتقوي العظام، بتشيل اي التهابات كده في المفاصل. فالشمس بجد رقم واحد للطيور. لكن لو انت حطيت الفراخ بتاعتك في مكان فيه رطوبة، او اي طيور عندك، بصراحة مش هتنفع معاكي، يعني مش هيبقوا حلوين، هيتعبوا منك على طول. هم عايزين مكان يكون حامض زي السطح كده، يكون متعرض للشمس. بجد هتلاقي الفرخة عندك او البطة يومها بيومين. تمام. فأول حاجة رقم واحد الشمس. اي طيور عندك ربع ساعة نص ساعة، بس ما تكتريش برضك عشان ما يتعبوش لا قدر الله، او ممكن يسخنوا منك ونرجع ندخل في مرحلة سخونية وتعب وكشاشان، وتقلب معانا بمرض لا قدر الله. هي بس ربع ساعة او 10 دقايق للطيور الصغيرة. لكن لو الفراخ ديت حطها بس سيبها ربع ساعة، ما شاء الله تبقى معاكي زي الفل. زي ما انت شايفة كده الريشة بتلمع وجميلة، وتلاقيها كده حلوة، تعرف اللي هي الفرخ صحته جيدة، صحته ما شاء الله، مفيش فيه أي تعب ولا كشاشان. فحبيت اللي أنا أعمل لكم كده النهاردة الوصفة ديت. يا رب كده تعجبكم كده وتنول إعجابكم. وتاني حاجة برضك لازم السقاية تتغسل يوميا، تتغسل غسيل كويس. طبعا لو انت حاطة فيها دواء اغسليها، لان فيه بيبقى بيرمرموا كده، او بيبقى في الغطا بتاع السقاية ده رواسي. فاما احنا نغسلها يوميا ما يجيلهمش بكتيريا او اي حاجة من دي. لكن لو في السقاية بتبقى الريم والحاجات دي بتعمل ميكروبات في بطن الفرخ، فبالتالي كده بيتعبوا مننا وبيجيلهم امراض لا قدر الله. فانتوا خدي بالك لازم تغسلي السقاية يوميا وتنضفيها، كل ما تملي لهم السقاية اغسليها. تمام. فكده بقى احنا كده بنحافظ على تربية الفراخ بتاعتنا أو تربية البط بتاعتنا، عشان تبقى معانا تربية ناجحة وما يبقاش فيه أموات ولا حاجة لا قدر الله. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهاردة. وطبعا بقى حبيت ان انا اقعد بقى كده جنب بقى الفراخ بتاعتي بالمنظر الجميل ده، وسبت البط برضو ياكل معاهم. وبدأت كده حطيت لهم كده قسمت لهم الاكل كده في كل ناحية. فزي ما انت شايفه كده ما شاء الله كلتهم حيويه كلتهم نشاط. وطبعا انا يوم ما اجي اذبحهم، يعني هسيب البرابر عشان تبيض ونذبح الديوك.
تمام. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده، اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك، وليس امرا. مع السلامه.